السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن مميزات وعيوب الركنة السرير عشان تبقى عارف مميزاتها وعيوبها قبل ما تشتريها. هنبدأ بالعيوب الأول وبعدين إن شاء الله نتكلم عن المميزات. قرب كده. أول حاجة تعتبر عيب في الركنة السرير إن القواعد، شيلة القواعد بتاعتها ما بتكونش ينفع أفكها أغسلها وأرجعها، ما بتكونش بسوستة أو الكلام ده. طبعا الكلام ده في الركنة العادية لا، الركنة العادية بيكون فيها الشلت دي بتكون بسوسه تتفك وتتغسل وترجع تلبس تاني والكلام ده. في الركن السرير طبعا مفيش الكلام ده، مفيش ركن السرير في الحديث كله المتاح ينفع نفك الشلت بتاعت القواعد. فانت اصبح ان انت عندك الجزء ده بتاع الركنه طبعا، وهنا نفس الكلام بتاع الصحاره ده بيكون ثابت، ما بينفعش نفكها ونغسلها. دي اول مشكله. تاني مشكله عندنا ان ارتفاع السفنج بتاع القواعد، قرب كده شويه، قرب شويه. ارتفاع السفنج بتاع القواعد بيكون ما بين 8 و10 سم. يعني السمك بتاع السفنج بيكون قليل شويه، تمام؟ طيب في الركنه العاديه لا، ممكن نحط سفنج 12 14 سم لان مش محكوم بحاجه. طيب لو احنا هنكلف الركنه دي مليون جنيه وعايزين نحط سفنج اعلى شويه، ما ينفعش برضو. ليه؟ هقول لك ليه. طبعا ارتفاع السفنج بيكون محكوم معانا بنظام تشغيل الركنه السرير ديت. قرب كده. علشان الدرج اللي بيطلع من قلبها من تحت ده، علشان الدرج ده الميكانيزم بتاعها، تعالى من جنب كده احمد معلش، سريعا كده، سريعا تعالى. الميكانيزم اللي بيركب بيطلع الدرج وبيدخله جوه الكنبه، والمساحه دي والمقاس الستاندر بيحكم الشلل بتاعت السفنج انها ما تزيدش عن ال 10 سم. تمام؟ يبقى احنا اصبح ان عندنا برضو ارتفاع السفنج اللي في القواعد بتاع اي ركنه سرير وصحاره في مصر. لا الناس تعتقد ان الكلام ده عندنا، ده الكلام دوت في مصر وفي العالم كله مفيش. الركنه السرير وصحاره بيكون ارتفاع السفنج ما بين 8 و10 سم. احنا بنشتغلوا 10 سم بالمناسبه، ولكن في ناس بتشتغلوا 8 سم وفي ناس بتشتغلوا 7 سم. تمام؟ يعني احسن حد بيجتهد فيها عشان يطلع حاجه مستواها عالي بيحط سفنج 10 سم زي ما احنا عاملين في الركن اللي زي دي. طيب لو السفنج عالي عن ال 10 سم، الدرج ده ولا هيدخل، هتيجي تدخل الدرج ده مش هيتحرك معاك. تمام؟ فاصبح ان دي برضو من ضمن مشاكل الركنه السرير. وفيها مشكله اضافيه دي مش موجوده عندنا بفضل الله خالص، ولكن برضك لازم ننبهك ليها عشان تبقى انت برضو عارف. لو انت هتتفق على ركنه زي دي او هتشتريها من اي مكان تاني، طبعا مش من عندنا، احنا بنتكلم عن من السوق بشكل عام، تبقى عارف مشاكلها فين. والمشكله اللي هنتكلم عنها بفضل الله مش متاحه عندنا، مش موجوده عندنا. اللي هي ايه؟ طبعا احنا لما بنرفع الجزء دوت لفوق كده بيبقى ده كله على الطاير. الجزء بتاع الدرج ده والجزء اللي ورا ده بيكون ده كله على الطاير. المشاكل اللي فيها بره بيكون هنا الجزء ده بيكون ضعيف، اللي هو الجزء بتاع النص بتاع الكنبه اللي بيطلع فيها السرير ده بيكون ضعيف وبتحصل فيه مشاكل. طبعا الكلام ده بفضل الله مش هنا، مش عندنا احنا بنتكلم بشكل عام. طبعا ده اهو هنا ما فيهوش مشكله، تمام؟ لكن دي من ضمن مشاكلها بره. ممكن تلاقي الجزء دوت في الركنه ضعيف فتاخد بالك. طبعا دي مشكله يعني ممكن تتلاشاها لو مثلا بتاخد الحاجه من عندنا او رحت مثلا لحد تتفق معاه واكدت عليه على النقطه ديت هتتلاشاها. لكن اللي مش هتعرف تتلاشاها المشكلتين الاولين، اللي هو ارتفاع السفنج مش هيزيد معاك عن ال 10 سم، تمام؟ زائد ان الشلته مش هتبقى متحركه. احنا كده عمالين نقول في المشاكل، هنقول برضو مميزاتها دلوقتي. طيب حاجه ثانيه، قرب كده. برضو من ضمن المشاكل بتاعتها بالنسبه من ضمن مشاكل الركن دي ان انت برضو يعني ايه، لو انا شديتها مره على مره من جنب واحد، لو انا مره على مره شديتها من جنب واحد ده مش هيعمر معاك برضو، هيبوظ. ليها طريقه استخدام، اللي هو انت تيجي تقفل الصحاره يا اما بتمسكها من النص يا اما بتمسك بايدك الاثنين من الطرفين بتاعتها. تمام؟ يعني لازم أن تكون حريص في الاستخدام بتاعك ليها. طيب دي الحاجه الثانيه او الحاجه العاشره، احنا قلنا حاجات كتير ماشي. هنا لو الظهر بتاعنا ثابت وفي شغل بالمنظر ده مش هيكون مريح اكتر حاجه في القعده، بالذات لو شلت المخده. لو حد طويل شويه وقعد وحب يسند ظهره هيحس ان حاجه بتصده، وعلشان يحط مخده زي كده مثلا
عشان يبقى يحس ان هو مرتاح شويه في القعده، انا قاعد مستريح. لو حد اطول مني شويه ممكن يلاقي رجليه طالعه لبره كده. فبرضه دي من ضمن مشاكل الركنه السرير وصحاره اللي فيها الجزء دوت ثابت. انا بالمناسبه طولي 100 177 176 حاجه كده يعني. فلو حد اطول مني، طبعا في ناس بسم الله ما شاء الله 190 سم و195 سم، في ناس طويله. انا بتكلم عن الطبيعي اللي هو مثلا ايه، لو حد في طوله هيقعد مستريح، حد اطول شويه ايه اللي هيحصل؟ دي مش هتكون مناسبه معاه، مش هيقعد مستريح. طيب دي كلها مشاكل احنا عاملين مشاكل ايه بقى المميزات؟ المميزات ان بيكون شكلها شيك جدا جدا، شكلها حلو قوي. تمام؟ قبل ما نعدي معلش النقطه دي، طيب احنا ممكن الركن السرير برضو في منها ظهر ثابت وفي منها ظهر شلت زي كده برضو اهي. طبعا دي بتكون مريحه، دي برضو ركن سرير وصحاره، لكن طبعا دي مريحه جدا في القعده، لان هنا الظهر معمول فايبر، فحتى لو حد طويل قاعد هيبقى قاعد برضو مستريح. فبرضو دي مشكله احنا ينفع نتلاشاها في الركن، اللي هو ممكن اطلب ركن سرير وصحاره واطلب الظهور خدات زي كده مثلا يعني. فكده يبقى احنا طلعنا من الحته بتاعت الايه؟ بتاعت المشكله دي. ولكن طبعا هنلاقي برضو دي في الشكل شكلها احلى من الركنه اللي احنا الثانيه دي، شكلها اشيك شويه. لكن في القعده زي ما قلنا هيبقى الظهر الثابت بتاعها مش احسن حاجه في القعده لما تسند ظهرك يعني. وعلشان تتلاشاها زي ما قلنا تحط مخده، ودوت هيعمل ايه؟ لو حد طويل شويه هتحصل فيه معاه مشاكل. المميزات بقى ايه؟ ان شكلها بيكون شيك جدا جدا. يعني ركن السرير برضو بيكون مميزه جدا جدا في الشكل. طيب دي حاجه. الحاجه الثانيه بيكون ليها اكتر من استخدام. ركنه ان احنا بنستخدمها بنقعد عليها، وفي نفس الوقت لو جالي ضيف، او لو انا مثلا حاطط مثلا ركنه قدام الشاشه وحبيت مثلا انام، هفرد السرير بتاعها اهو وهنام عليها. الميزه برضو هنا في السحاره، طبعا دي بتخزن بقى فيها اي حاجه انت مش عايزها، تحط فيها بقى بطاطين، تحط فيها مخدات، تحط فيها شنط، تحط فيها سجاد، تحط فيها اي حاجه. برضو دي من ضمن مميزات الركنه السرير، وده اللي بيخلي معظم الناس يعني حابه انها تبقى عندها ركنه سرير وصحاره مش ركنه عاديه. طيب المميزات زي ما قلنا شكلها بيبقى شيك جدا، بتشتغل معاك سرير فيها صحاره، دي مميزات. العيوب احنا برضو قلناها، لان العيوب دي في ناس ما بتعرفش تتاقلم معاها، يعني في ناس ما بتعرفش تتقبل العيوب دي، يقول لك ايه ده انا مش عارف اغسل الشلت. لا، في الحاله دي برضو هتغسل الشلته بتاعت القعده بنفس الطريقه اللي بتغسل بيها الجسم، الجزء الخارجي بتاع الركنه. تمام؟ بس يعني برضو ايه، في ناس يعني ايه بيعرف يتعايش، هو خلاص بقى هو بيضحي بحاجه علشان حاجه. طب الركنه العاديه، تعالى كده، تعالى اتحرك معايا، تعالى سريعا، تعالى سريعا. الركن العاديه اللي زي كده طبعا بنقدر نحط سفنج ارتفاعه اعلى 12 14 سم زي ما احنا عايزين. بنقدر نفك الشلته ونغسلها. تمام؟ بنقدر نفك الشلته زي كده مثلا ونغسلها، مفيش مشكله. تمام؟ ولكن طبعا في الشكل بتكون الركنه السرير وصحاره بتكون افضل شويه بالنسبه من حيث ايه؟ مش من حيث الشكل، عفوا، من حيث الاستخدام. عفوا، الشكل احنا ممكن ناخد برضو ركنه عاديه شكلها شيك جدا جدا، ولكن هتكون ركنه فقط. تمام؟ اما الركنه السرير وصحاره اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي في الفيديو ده ليها اكتر من استخدام، وبرضو بيكون شكلها شيك جدا جدا. من ضمن مميزاتها ان الركن السرير وصحاره في الاغلب بيكون شكلها شيك جدا جدا جدا. اما ما يخص العيوب والمميزات ادينا قلناها، وفي الاخر القرار يرجع للعميل. السلام عليكم.